السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم محمود عبد الرحمن. أهلا بيكم في السيشن السادسة من كورس جوجل تاج مانجر. في السيشن دي هنعرف ازاي نسيت اب التيك توك بيكسل وازاي نتراك الايفنتس المختلفة، وهنشوف قد ايه الموضوع بسيط ومش بياخد غير دقايق معدودة. فيلا بينا بسم الله. هنبدأ بأول حاجة وهي نربط البيكسل بتاع التيك توك بالموقع بتاعنا، وهنجرب المرة دي بطريقة مختلفة وهي الكاستم ايفنت. فهنروح على الايفنتس مانجر للتيك توك وهنيجي على السيتنجز وهننزل تحت على فيو بيز كود وهناخد الكود ده كوبي، وهنيجي هنا هنكريت تاج جديد هنسميه تيك توك all pages، وهنكونفيجر نيو تاج وهنختار كاستم HTML وهنحط هنا البيز كود اللي احنا اخدناه كوبي، وهننزل تحت على التريجر وهنختار all pages. ال HTML ده بديل بان احنا نستخدم تمبلت للتيك توك، وهندوس على سيف وهنيجي نعمل بريفيو وبنشوف التيك توك هيفاير معانا ولا لا. تمام، سمع معانا هنا بيج فيو، فكده احنا شغالين كويس. لو رجعنا هنا هنلاقي ان التيك توك اول بيجز فايرد معانا. تمام. بعد كده هنبدا بان احنا نتراك الاد تو كارت والتشيك اوت والبيرتشز. طيب هنحتاج في الحاجات دي الاي دي، البيكسل اي دي بتاع التيك توك، هنعمله ككونستنت فاريبل بدل ما ناخده كوبي وبيست وكوبي وبيست. فهنروح للايفنتس مانجر وهناخد الاي دي كوبي وهنيجي هنا على الفاريبلز وهننزل تحت نضغط على نيو، هنختار كونستانت وهنحط الاي دي بتاعنا هنا وهنسميه تيك توك بيكسل اي دي وهنسيفه. تمام، ودلوقتي هنعمل تراكنج للاد تو كارت. هنضغط على نيو وهنختار التيك توك بيكسل وهنختار التيك توك من هنا. لو جينا ندور هنا على التيك توك مش هنلاقيه موجود، فهنروح للتمبلت جاليري وهندور على التيك توك وهنختار التيك توك بيكسل add to workspace add، وهنحط هنا البيكسل اي دي بتاعنا. هنضغط هنا وندور على التيك توك بيكسل اي دي ونختاره، وهنا هنختار الايفنت بتاعنا اللي هو add to cart، وهنا هنختار التريجر بتاعنا اللي هو الاد تو كارت تريجر. طبعا التريجرز بتنفع معايا او بقدر استخدمها في كل الحاجات، يعني في التيك توك، في الفيسبوك، في الجي اي 4، في السناب شات، في اي حاجه التريجرز معايا واحده. وهسمي التاج بتاعي تيك توك اد تو كارت وهسيبه، وهنروح للبريفيو مود نشوف احنا شغالين صح ولا لا. هنا هنلاقي ان هو مسمى معانا بيج فيو، بس لو ضغطنا اد تو كارت هنلاقيه سمع معانا اد تو كارت، وهنلاقي الاد تو كارت تيك توك اد تو كارت فايرد هنا، فانا كده ماشي صح. دلوقتي هنعمل التاج الثالث وهو التشيك اوت.
فهنضغط على نيو وهنكونفيجر نيو تاج، هنختار التيك توك بيكسل وهنحط الاي دي بتاعنا من هنا، والايفنت بتاعنا هيكون initiated check out، وهنا هنختار التريجر بتاعنا initiated check out وهنسميه تيك توك initiate وهنسيفه وهنروح للبريفيو مود برضو نشوف احنا شغالين صح ولا لا. هنضغط على التشيك اوت، تمام سمع معانا هنا الانيشيتد تشيك اوت، ولو جينا هنا هنلاقي تيك توك انيشيتد تشيك اوت سمع معانا، يبقى احنا كده ماشيين مظبوط. يبقى اخر حاجه نعمل لها تراكنج هي البريتشز، فهنكونفيجر نيو تاج هنسميه تيك توك بريتشز وهنختار من هنا التيك توك بيكسل، بعد كده هنختار الاي دي بتاعنا والايفنت نيم هيكون كومبليت بيمنت، وهننزل تحت للتريجر نختار البيرتشيز ايفنت وهنسيفه وهنشوف برضو هيفاير معانا بشكل صحيح ولا لا. هنروح للبريفيو هنروح للتشيك اوت وهنضغط على بليس اوردر تمام. هنشوف هيسمى معانا هنا ايه، تمام. ودلوقتي احنا عاوزين نبعت الكرنسي والفاليو، فهنضغط على البيرتشيز وهنيجي هنا على البارامترز وهننزل تحت هنلاقي الكرنسي، هنضغط هنا وهنختار الكرنسي. هو هنا باي ديفولت عامل سيكشن ومسميه كرنسي. احنا هنكريت سيكشن جديد، هنضغط على اديشنال بروبرتيز وهندوس اد رو وهنكريت هنكريت بارامتر جديد وهنسميه فاليو وهنختار من هنا الدي ال فاليو وهناد سيف وهنروح للبريفيو نشوف هيسمع معانا ولا لا. هنختار اي حاجه اد تو كارت، هنروح للتشيك اوت وهننزل تحت نختار بليس اوردر وهنضغط هنا هنشوف بعت الكرنسي والفاليو ولا لا. هنضغط على كومبليت بيمنت وننزل تحت الكرنسي اي جي بي والفاليو 230، فانا كده ماشي بشكل صحيح. يبقى احنا كده شفنا بكل سهوله ازاي قدرنا ان احنا نسيت اب التيك توك بيكسل وازاي نعمل تراكنج للايفنتس المختلفه في دقائق معدوده وقليله جدا جدا، واتاكدنا ان الموضوع سهل وبسيط ما فيهوش اي جهد، ما هو الا انت محتاج تطبق بايدك اكتر من مره علشان الموضوع يكون سلس معاك وسهل وبسيط.